امتى المحكمة بتحكم بالإخلاء الفوري لشقة إيجار قديم أو لمحل إيجار قديم؟ ده سؤال من الأسئلة اللي جات لي من حضراتكم على فيديوهات الإيجار القديم، وإن شاء الله النهاردة هرد على حضرتك شرح تفصيلي ووضح لك الحالات اللي ممكن المحكمة بشكل عملي تحكم بإخلاء الشقة دي أو العين المؤجرة أيا كان نشاطها تبع الإيجار القديم. وبالمناسبة يا جماعة، لو حضراتكم بتبعتولي أسئلة على فيديوهات من شهور أو فيديوهات حديثة ولسه ما تردش عليها في التعليقات، ده مش لأن أنا متجاهلاها، ولكن الفكرة إن أنا بحس إن أنا عايزة أرد على التعليق بفيديو أحسن علشان يكون الإجابة واضحة وصريحة وشرحة نفسها. بحس إن التعليق مش هيكون كافي ووافي للإجابة. فأي سؤال حضرتك سألته أو حضرتك سألتيه اتأكدي إن أنا إن شاء الله هرد عليه بفيديو جديد في الفترة اللي جاية. ولو عندكم أي استفسارات قانونية فممكن تكتبوها في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. أنا والله العظيم زي ما قلت لحضراتكم إن أنا بقرأ كل التعليقات، مش بتجاهل حد، وسامحوني شوية لو أنا قصرت يعني في الرد. نيجي نتكلم على فيديو النهاردة، فيديو مهم جدا وبيوضح يعني بشكل عام كده حالات الإخلاء والحالات الجديدة اللي القانون الجديد للإيجار القديم نص عليها. أول حاجة لازم تتفهم بهدوء كده إن الإخلاء أو دعوى الإخلاء دي اللي أنت كمستأجر ممكن تسمعها من المالك إنه يهددك بيها، يقولك أنا هرفع عليك دعوى إخلاء في المحكمة لو ما عملتش كذا، لو ما نفذتش كذا، أو يقول للورثة اللي ممتد إليهم عقد الإيجار. الإخلاء الفوري هو حاجة مش سهلة إنها يتحكم بيها. ليه؟ لأن الموضوع ده خطر جدا. الإخلاء معناه إنك بتخرج شخص من مسكنه، ده أمر خطير جدا قانوني. فلازم المحكمة علشان تحكم بالإخلاء يكون في حالة محددة من الحالات اللي القانون نص عليها قبل كده، وتكون مستندة بإثباتات ومستندات رسمية، أو تكون مستندة بأدلة رسمية. يعني ما ينفعش أقول أنا هرفع دعوى إخلاء بإثباتات مرسلة، بكلام مرسل مني كمالك لشقة إيجار قديم أو لمحل إيجار قديم. طيب يعني إيه أصلا إخلاء؟ يعني حكم واجب التنفيذ من المحكمة. يعني إيه برضو حكم واجب التنفيذ من المحكمة؟ بصوا يا جماعة، لو أنت مالك بتسمعني دلوقتي، سواء كنت مالك لشقة إيجار قديم أو إيجار جديد، ولو أنت برضو مستأجر، لازم أنتوا الاتنين تكونوا عارفين إن طالما الشقة انتقلت من حيازة المالك للمستأجر ما ينفعش ترجع غير بطريقين ملهمش تالت. الطريق الأولاني ده المعروف عن طريق التراضي، إن أنا بأجر شقتي أو مكتبي لشخص ما، بنكتب عقد إيجار، بعد انتهاء العقد هو بيرجع لي الشقة أو بيرجع لي المكتب، مفيش أي مشكلة، ولا حتى رحنا المحكمة ولا اتكلمنا مع محامي ولا عملنا أي حاجة، بالطريق العادي البسيط السهل. طيب لا قدر الله لو حصل مشكلة وأنا كمالك أو أنا ملكة الشقة دي، المستأجر امتنع إن هو يرجع لي الشقة بتاعتي تاني حتى برغم انتهاء عقد الإيجار اللي احنا اتفقنا عليه، ساعتها ركزوا معايا كويس جدا يا جماعة، أنا بتكلم من الناحية القانونية، ماليش أي علاقة بالطرق اللي ممكن أي حد يختلقها، أنا بتكلم من الناحية القانونية البحتة. أنا كمالك للشقة دي ما ينفعش أروح أخد شقتي غير بحكم من المحكمة طالما أن المستأجر لسه قاعد جواها. إزاي بقى؟ ملاك دلوقتي يقولوا لي حضرتك الشقة دي بتاعتنا، هاخد إذن من المحكمة علشان أرجع شقتي؟ يا فندم، طالما سلمت الحيازة على سبيل الانتفاع لشخص تاني، طبعا أخدت أجرة مقابل فترة الانتفاع، وهو ممتنع عن استرجاع الوحدة العقارية دي، لازم تروح للمحكمة وترفع دعوى إخلاء أو دعوى طرد بحسب الأحوال. لو في حالة من حالات الإخلاء متوفرة، وتاخد حكم من المحكمة وتنفذ حكم المحكمة عن طريق الجهات اللي بتنفذ الأحكام في مصر. لكن ما ينفعش تروح تعتدي على المستأجر، ما ينفعش تروح تكسر باب الشقة وأنا عارفة أنها شقتك، ما ينفعش تروح تغير كالون الشقة، ما ينفعش تعمل أي إجراء
أو أي فعل، لأن أنت كده ممكن تدخل نفسك في مشكلة كبيرة جدا وهي التعدي على حيازة. ده محضر بيتحول لقضية. فلازم نمشي بالإجراءات القانونية. هي إيه؟ لو حضرتك مالك مش عارف ترجع شقتك عشان المستأجر مش عايز يرجعها لك، بتروح للمحكمة وترفع دعوى الإخلاء. طيب إيه الحالات اللي القانون اداها للمالك وقال له بالمعنى كده يعني ببساطة، قال له لو في أي حالة من الحالات دي متوفرة تقدر تلجأ للمحكمة وترفع دعوى إخلاء، والمحكمة هتحكم لك بالإخلاء لو تم إثبات هذه الحالة. أول حالة، وأنا هبدأ لكم من الآخر، هبدأ لكم من الحالتين الجداد اللي القانون الجديد نص عليهم. للإيجار القديم، أنا كل كلامي دلوقتي على الإيجار القديم. أول حالة، لو ثبت إن العين المؤجرة، سواء كانت العين المؤجرة دي شقة سكني إيجار قديم أو شقة إدارية أو محل تجاري، مالهم؟ لو تم إثبات إن العين دي مغلقة لمدة عام كامل من غير مبرر. طيب عام كامل من أول إمتى؟ عام كامل، ركز كده معايا كويس جدا، بنحسب السنة دي إن الشقة دي مقفولة من أول يوم 5/8 سنة 2025. ده من قريب يا فندم، ده من قريب. اشمعنى التاريخ ده؟ لأن ده اليوم اللي تم نشر القانون الجديد للإيجارات القديمة في الجريدة الرسمية، يعني ده اليوم اللي اتطبق فيه أول يوم تطبيق للقانون ده. فبالتالي الحالة دي حالة إخلاء جديدة تم إصدارها في قانون الإيجارات. فلما يجي يقول لك حالة إخلاء جديدة، بنحسب من اليوم اللي تم صدور فيه هذا القانون، يعني ملخص، مش بنحسب بأثر رجعي. فما يجيش مستأجر يقول لي أنا سايب شقتي أو شقة الإيجار القديم دي اللي أنا مأجرها، مستأجر يعني فيها بقالي سنين مقفولة، هل بيطبق عليها هذه الحالة؟ لا، الحالة دي هتطبق على حضرتك لو سبت الشقة لمدة عام كامل من يوم التاريخ ده. ونكمل بقى باقي الحالة. باقي الحالة بتقولك إيه؟ من غير مبرر. يعني لو أنت مسافر ده مبرر، ما ينفعش المالك يروح يرفع عليك القضية. لو حضرتك مثلا وريث ممتد لك عقد الإيجار وأنت بتدرس بره مصر، ده مبرر. الدراسة في الخارج برضو المالك ما ينفعش يروح يرفع عليك دعوى الإخلاء. في مبرر، إن أنت عندك مبرر تقدر تثبته، علشان كده سايب الشقة مقفولة. طيب نيجي نتكلم عن الحالة التانية، وهي وجود مسكن صالح بديل للمستأجر. ليه؟ لأن القانون الجديد قال إن الإيجار القديم ده اتعمل علشان اللي محتاج شقة مش اللي عنده بدائل. فلو تم إثبات إن المستأجر أو الورثة اللي ممتد إليهم عقد الإيجار عندهم شقة تانية صالحة للسكن وجاهزة فعلا هو يسكن فيها، أو سواء كانت هي شقة إدارية، مش لازم تكون شقة سكني، ممكن تكون شقة إداري يعني معمولة مكتب، والمستأجر ده عنده شقة إدارية تانية يقدر برضو يستخدمها في نفس الغرض، ساعتها المحكمة بتعتبر إن سبب الحماية القانونية للمستأجر زال، فالمالك من حقه إنه يروح للمحكمة ويرفع دعوى الإخلاء. طيب الحالة الثالثة، انتهاء الامتداد القانوني. يعني إيه الامتداد القانوني؟ ده كان سؤال برضو بيخرج منه أسئلة كتير، وهي امتى هينتهي عقد الإيجار؟ امتى هينتهي عقد الإيجار؟ رديت عليه قبل كده في فيديو وقلت ووضحت إن القانون هو اللي رد. عقود الإيجار القديم كلها هتنتهي بعد 7 سنوات بالنسبة للشقق السكني، وبعد 5 سنوات بالنسبة للشقق الإداري وللمحلات التجارية. طيب بس ممكن وفي حالات معينة تنتهي فيها عقود الإيجار القديم حتى قبل انتهاء 7 سنين وال5 سنين، يعني ينتهوا السنة دي أو ينتهوا السنة الجاية. إيه بقى الحالات دي أو إيه هي الحالة دي؟ الحالة دي لو المستأجر الأصلي توفى وما كانش فيه ورثة ليهم الحق في الامتداد القانوني، زي مثلا الزوجة أو الأولاد،
تقولي لي طب هو ممكن الزوجة أو الأولاد ما يكونش ليهم الحق في الامتداد القانوني؟ يا فندم، لأن في شروط في الامتداد القانوني واتكلمت عليها قبل كده، ومنها والسبب الرئيسي أصلا فيها هي إن يكون الوريث ده كان مقيم مع المستأجر الأصلي قبل وفاته إقامة فعلية في الشقة. طب لو مش مقيم ما يكونش ليه الحق. تاني، لو الزوجة ما كانتش مقيمة إقامة فعلية مع زوجها اللي هو المستأجر الأصلي قبل ما يتوفى، ما يكونش ليها الحق في الامتداد القانوني. نفس الكلام على الأولاد. فلو الحالة دي مش متوفرة بالتالي ما فيش امتداد قانوني، بالتالي عقد الإيجار انتهى خلاص كده. يبقى هنا المالك مش لازم إن هو يستنى 7 سنين أو يستنى ال5 سنين، لا، ده الامتداد القانوني انتهى قبل انتهاء ال7 سنوات أو ال5 سنوات. طيب، رابع حالة، ودي حالة من الحالات القديمة، حالات الإخلاء القديمة، هي إن يكون في تعدي على العندي أو تغيير نشاطها، زي إن شقة سكنية تتحول لنشاط تجاري، أو محل تجاري يتغير نشاطه بشكل مخالف للقانون، أو يحصل أضرار جسيمة بالعقار أو بالشقة. يعني لو أنت متفق أو إن أنت وريث ممتد إليك عقد الإيجار وأنت امتد إليك العقد على شقة سكني ثم حولتها لشقة إداري، ساعتها المالك من حقه إن هو يروح يرفع دعوى إخلاء، لأنك غيرت من محتوى الشقة. الشقة كانت سكني، ما ينفعش تحولها لإداري أو المحل تغير نشاطه. كل الحالات دي حالات إخلاء قانونية رسمية، المالك مش هو اللي مألفها، فبالتالي لو عرف يثبتها على حضرتك كمستأجر، المحكمة مش هتتعامل معاها ككلام مرسل، هتأكد حالة الإخلاء، وبالتالي هتحكم للمالك بحكم الإخلاء الفوري. وبأكد قبل ما انهي الفيديو إن أيا كانت الحالة ما ينفعش المالك يروح ينفذ القانون بدراعه، ما ينفعش يروح يكسر باب الشقة حتى لو هي شقته واحنا عارفين انها شقته طبعا، ما ينفعش يروح يغير كالون الشقة، ما ينفعش يعمل أي رد فعل غير قانوني، لأنك هتعمل لنفسك مشكلة كبيرة جدا ما كانش ليها داعي من الأساس.